السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على أفضل الخلق وأشرفهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ازيكم يا بنانيت؟ عاملين ايه اخباركم؟ يا رب تكونوا بخير. بدأت يومي بقى بايه؟ بالغسيل معاكم كده، كله ايه رغاوي كده ونشاط كده وحيوية عشان تتنشطي وتاخدي مني طاقة حلوة كده. يلا قومي بقى، لو وراكي حبة غسيل كده قومي اعمليهم. احنا كان الدنيا امبارح كانت عفرة جامد جدا، فالحمد لله انا ما غسلتش امبارح. وكمان كانت الدنيا الماء قطعة عندنا في المنطقة يعني. فمش الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر ليك يا رب. انا كده كده كنت صاحية عمالة راحة جاية راحة جاية من هنا لهنا، فما كنتش عارفة انام. انا حسيت بالزلزال اللي حصل والله يا بنات، بس انا ما كنتش مستوعبه ان هو زلزال يعني. بعد ما قعدت شويه وفتحت الموبايل لقيت بيقولوا زلزال زلزال زلزال. قلت ايه ده؟ يعني النجف اللي انا شفته بيترقص دوت كان بيخبط في بعضه والله يا بنات وانا قاعده كده. انا قلت الهوا بتاع المروحه، بس طلع طلعش الهوا. اكتشفت بقى ان هو ايه، ان هو زلزال يعني. فيا رب يسترها علينا جميعا يا رب، وعلى أمة محمد كلها يا رب، اللهم أمين يا رب العالمين. ويسترها معانا كلنا ويحفظنا يا رب ويبارك في ولادنا يا رب، اللهم أمين يا رب العالمين. بجد ربنا يبعدنا عن نار جهنم كمان، لأن احنا عندنا في شارع مش عارفة، في محل كده الأنبوبة كمان فرقعت فيه. وصاحب المحل محل فراخ يعني، أنبوبة فرقعت، وصاحب محل الفراخ يا عيني في العناية جروح من الدرجة الأولى والتالتة. فاللهم أجرنا من نار جهنم يا رب، اللهم أمين يا رب العالمين. مش هاخدكوا بقى من هنا لهنا، فمعلش خبرين كده صعبين، زلزال بقى والبتاع الأنبوبة ديت. فالحمد لله كله خير والتعاظ من عند ربنا، بس الحمد لله خير. انا سامعه ان مفيش اصابات في الزلازل، يعني مفيش اصابات في الزلزال ده، فالحمد لله خير يا رب. يسترها علينا جميعا يا رب، ويا رب يشفي كل مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم امين يا رب العالمين. ويشفي مرضى الكيماوي والسرطان. بجد اصعب حاجه الكيماوي والسرطان يا بنات. ادعوا لهم كتير بالله عليكم، واقعدوا كده ادعوا لهم في الصلاه. يا رب، يا رب يشفيهم ويعافيهم يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. ده اصعب حاجة لغاية دلوقتي يعني موجودة على وجه الارض، الكيماوي والاشعاع. فيا رب يا رب يسترها عليهم يا رب ويشفيهم منه، ويشفي كل مرضانا ومرضى المسلمين يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. معلش بقى خدتكم من الروتين شوية، دعوات بقى يعني ناخد بيها اجر ان شاء الله باذن الله. انا كنت عايزه امسح المطبخ باي طريقه، بقالي فتره ما شلتش السجاده. بس والله يا بنات مش عايزه اقول لكم، اللهم لك الحمد والشكر ليك يا رب. بجد ما فيش ترابايه، الحمد لله الحمد لله. عطرته بس كده وظبطته، ومبسوطه جدا 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 باللي انا عملته، بس بجد ما لقيتش اي حاجه، فبسطت اكتر. على ما الغسيل خلص كنت خلاص، كنت خلصت المطبخ وظبطته، وظبطت تحت الحوض كمان. كده كده انا لسه مظبطه تحت الحوض لما بتاع الفلتر جه، فكانش في اي حاجه تحت الحوض. اللهم لك الحمد والشكر ليك يا رب. فايه، ما كانش في حاجه الحمد لله. فكنت بس شلت سجاده المطبخ، وشلت المفرش بتاع الغساله، وغسلته كده على ايدي، ورحت ايه نشراه برضو. قلت ايه يبقى كده انا ايه المطبخ كله مفيهوش حاجه. بصوا عشان اقنع نفسي برضو، عشان انا بقتنعش غير بكده يعني. رحت واخده المقشه بعد ما مسحت. انا بحب اكنس بعد ما امسح، كنوسي بعد ما تمسحي هتشيلي راب وهتشيلي حاجات. بس اللهم لك الحمد والشكر ليك يا رب. بصوا ما فيش اي ترابايه الحمد لله. معذره بقى يا بنات، كنت بتكلم في التليفون، معلش التليفون رن، حقكم عليا. زي ما قلت لكم كده، ظبطت الغسيل على ما خلص. بص هو ده الشطيف بقى،
هي هعطر بقى وانا دي الدورة التانية. خلصت كده، يبقى خلصت كده دورتين شاط في كل حاجة. لقيت الظهر أذن. قلت ايه، اعمل فنجان قهوة كده واشربه، وبعد ما اشرب فنجان القهوة اخش اصلي واخلص الظهر بتاعي، وبعدين ابقى اطلع ايه انشر الغسيل، مش هيطير يعني، صح. كنت اللهم لك الحمد والشكر ليك يا رب، كنت مخلصة كل اللي انا عملته معاكم اول الفيديو دوت. كنت مخلصاه قبل الظهر الحمد لله يعني. حتى صاحية بدري ومخلصة كل حاجتي اول باول كده. وكنت سايبة كمان الأوضة بتاعت الأطفال، كنت سايباها من غير ملايات. قلت اسيبها تتهوى كده ايه وتتظبط. شفتوا بقى القهوة الجميلة القمر دي، خدتها بقى واستقنيصت بره كده، قعدت مع نفسي حبة هدوء. بس ايه بقى، كنت ابص على اوضة الاطفال. لا 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 لا، ادور وشي الناحية التانية، هوريكوا دلوقتي. كل ما ابص على اوضة الاطفال اقول لا، ايه المنظر ده، ايه المنظر اللي انا قاعدة قدامه ده. اقعد في حتة تانية طيب. اغمض عيني بقى كده واقول ايه، لا 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 خلاص. بصوا ثبتت الغسيل قد ايه، ثبتين. اللهم لك الحمد والشكر ليك يا رب. بس هو يوم واحد حتى، الحمد لله برضو لميته في نفس اليوم. اللهم لك الحمد والشكر ليك يا رب. خلاص هما ساعتين يعني على ما خلصت بقية الحاجة اللي ورايا. انا كنت ماشية بنظام الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر ليك يا رب. رجعنا تاني لنظامنا بقى وحياتنا. بصوا كل ما ابص على الأوضة كده اقول لا لا لا، بص الناحية التانية، ما تبصيش عليها، صح. عايزة تبصوا وتتظبط، مفيهاش حاجة الحمد لله يعني. اللهم لك الحمد والشكر ليك يا رب. عايزة بس ايه، الملايات تتحط وملايات بس يعني. رحت قاعدة مع بنوتي بقى، هي قاعدة على كرسي وانا قاعدة على كرسي، وقاعدة بقى اشرب معاها القهوة كده ونتكلم شوية سوا كده مع بعض. وتقول لي ايه اللي حصل في الدروس وايه اللي حصل وايه اللي هيتم وكده. وبعدين ايه، قلت لها تعالي نروح نصلي الظهر مع بعض. قالت لي هخش اتوضى. هي دخلت تتوضى وانا ايه، صليت بقى الظهر. اللهم لك الحمد والشكر ليك يا رب. اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب. اللهم امين يا رب العالمين. يا رب ارزقني لذة الصلاة ولذة الذكر يا رب. اللهم امين يا رب العالمين. طلعت بقى نشرت بقى هنا، نشرت هنا يا بنات الفوط والإسدالات بتاعت الصلاة وايه والملايات، يعني الحاجات بتاعت البيت. ما فيهاش لبس قوي يعني، حاجة بسيطة كده، كام تيشيرت كده حطيتهم قدام وخلاص كده. آه، قعدت بقى انشر. شايفين الهوا، ما فيش ساعتين يا بنات وخلصت. نشرت بقى الجيبة بتاعت الإسدال وايه وبقية والخمار بتاعها اهوت. وشد خمارك يا بت بقى واطلعي بقى كده، خلصي نشيرك كده، يلا خلصوا كده. لو كان عندك دورة غسيل ولا حاجة، لو بتعمليش زي يعني، لو بتعملي دورة غسيل كل يوم ولا حاجة كده، قومي اعمليها وخلصيها. حطيني جنبك كده، شغليني كده جنبك واستقنيصي كده بصوتي الجميل. وشغليني وخدي حبة نشاط كده وجرعة، وخدي كوباية قهوة كده جامدة جامدة. اكيد حبيتوا القهوة ده، القهوة دي العشق. و والله يا بنات انا بعد ما عملت الغسيل وخلصت كل حاجتي، وكمان عملت غدا بس مش هجيبه لكم في الفيديو ده، لان الفيديو طويل جدا، فمش هطول عليكم يعني، مش هطول عليكم الفيديو. بقية اليوم ان شاء الله باذن الله هعمله بكره مع ايه، مع اليوم التاني يعني. يعني ما جبتلكوش فقرة الغدا، لان فقرة الغدا كبيرة شوية، عايزة فيديو لوحدها. فهعملها لكم بكره ان شاء الله باذن الله. كده كده عندنا الغدا هيكفينا لتاني يوم، فكده كده مش هصور الغدا، فهعمل لكم فقرة الغدا تاني يوم ان شاء الله. وكده كده برضو اللهم لك الحمد والشكر ليك يا رب. عندي كل حاجتي تمام، ومفيش حاجة في الشقة هتتعمل. اللهم لك الحمد والشكر ليك يا رب. وعايزين بقى نعمل سهرة الخميس جامدة بقى ان شاء الله يا رب. ان شاء الله نتوفق بكرة ونعملها ان شاء الله. هعملها جامدة جامدة. انا بديتها من الفيديو ده على فكرة،
عملت لهم الجيلي في اخر الفيديو، استنوا بس كملوا معايا كده. عملنا الجيلي الجميل الحلو في اخر الفيديو. تحفة يا بنات، تحفة. وبكلمكم اصلا وانا واخدة بولة، وفوق بقى طلعت فوق قاعدة مع الطيور فوق. جو ممتع ممتع. عارفين نسمة سقعة كده فوق؟ يا خطيرة خطيرة بجد، ممتعة. نسمة السقعة دي جميلة قوي. عايزة اقول لكم احنا متغطيين فوق يعتبر. جميل. والهوا بقى بيعمل الباب كده ونسمع صوته، يا على الجمال. بصوا بقى يا بنات، انا ايه دي الأوضة التانية، المنشر، فاهميني؟ منشر الأوضة التانية. تمام. الأوضة بتاعت سامعاكوا وسامعاكوا اللي عارفين ودارسين البيت، انا عارفة. دي الأوضة بتاعت الشوي، صح كده؟ شطار. بصوا الهوا خلى الغسيل في ثانية. اللهم لك الحمد والشكر لك يا رب. يا رب دمها عليا نعمة واحفظها من الزوال. نعمة بجد ان انت تقومي تعملي حاجتك وتخلصي بيتك ودنيتك وتستلذي بالنظافة، وتستلذي بان انت ما عندكيش اي حاجة في ثبت الغسيل فاضي، و... والمواعين ما عندكيش حوض المواعين ما فيهوش ولا معلقة. ده استلذاذ الست اكيد، يعني اكيد كل ست نفسها في كده على طول. اكتر اتنين بيتملوا في ثانية، واكتر اتنين بي ايه بيخلصوا ان شاء الله يعني. فده احلى حاجة. وعندي شقتي نظيفة ومفيش حاجة، اللهم لك الحمد والشكر ليك يا رب. ولو جالي ضيف فجأة الحمد لله الحمد لله اللهم لك الحمد، فضل ونعمة من عند ربنا. ان لو اي ضيف بيجيلي في اي وقت، الحمد لله الحمد لله، بيبقى عندي الدنيا زي ما هي كده، زي ما انتوا شايفينها كده. دي نعمة من عند ربنا بجد، ان يبقى بيتك على طول منظم ومرتب. اولادي بيلعبوا، مش هقول لكم ما بيلعبوش، بيلعبوا، بس بعد ما بيلعبوا ويخلصوا الحاجة اللي بيلعبوا بيها مثلا. انا اولادي كبروا يعني، الفترة دي خلصت. ان اللعب يعني صندوق اللعب والحاجات دي خلصت من بدري شوية، الحمد لله. هي بنوتي بس الصغيرة شوية، بس مش قوي يعني، مش بتشتهي اللعب دي قوي يعني، مش للدرجة دي يعني. بس هي في الأجازة تلعب حبة وكده، ولما بتلعب اتعودت بعد ما تخلص لعب تروح لما اللعب، فده تعود يعني، انا عودتهم على كده. حتى هنا لما بيعملوا اكل ولا بيعملوا حاجة، خلاص لما بيكونوا فعلا فعلا تعبانين مش قادرين يعملوا حاجة، فخلاص انا خدت مجهود كبير كبير جدا على ما اوصل للنتيجة دي. زن وعقاب بجد. بس الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر ليك يا رب. انا ما مدش ايدي على بناتي، دي حاجة اساسية يعني. عمري ما مديت ايدي عليهم وهم كبار. هم صغننين بقى حاجة بسيطة كده، ضربة وخفيفة، مش انا زعلانة منك كده يعني. يعني الحمد لله الحمد لله يعني، ربنا يخليهم ليا ويديمهم نعمة في حياتي، اللهم امين يا رب العالمين. وبخصوص المذاكرة بصراحة انا ما بذاكرش، ولا بذاكر للصغيرة ولا بذاكر للكبيرة. ممكن بس لو عايزة اسمع معاني، اسمع حاجات من دي، بس لا اكتر ولا اقل. هو بس عملت ايه في الدرس، عملتش ايه. صراحة صراحة من الواحد بيشوفه الايام دي، انا عايزة نفسية ولادي تبقى كويسة، بس مش عايزة اي حاجة تاني، ولا عايزة درجات، ولا عايزة اي حاجة. عايزة يكونوا نفسيتهم كويسة جدا جدا، ويكونوا صالحين مع نفسهم، ويكونوا اهم حاجة خلي بالهم من نفسهم، ويبعدوا عن البنوتة السوء بس. يا رب يصلح ما بين ايديهم يا رب، ويبروني دنيا واخرة، اللهم امين يا رب العالمين. واهم حاجة الصلاة يا بنات. انا اكتر حاجة بجد بتخنقني يعني لو واحدة فاتها صلاة بقى، يا رب يسترها معاهم ويعينهم ويستلذوا بالصلاة يعني، والذكر بجد احلى حاجة. بصوا بقى، انا بقى هنا بنشر الشرابات والبندانات بس. هم دول اللي فاضوا مني، فنشرتهم هنا. انما اللهم لك الحمد والشكر ليك يا رب. كله بقى
خد المناشر التانية اللي هي ايه بره واللي جوه، حطيت اللي جوه، حطيت فيه الطرح. بصوا اهو، وريتكم هنا البندانات اهي كلها والشرابات بس، وريتكم طبعا التانيين. وبقى خدتكم بقى كده يلا ونزلنا تحت. احنا في المخزن، شايفين من فين لفين؟ احنا في المخزن. ده المخزن بقى اللي تحت يا بنات. ماشي، سيبكوا بقى من الكراكيب اللي انتوا هتشوفوها والحاجات، لا ملكوش دعوه، سيبكوا منها. دي يافطه، اليافطه الصفرة دي يافطه كانت عندي متعلقه على المحل. كنت فاتحه محل بقاله كده على قد يعني برضو، اللهم لك الحمد والشكر لك يا رب. بس ايه، الحمد لله قفلناه خير ان شاء الله، كله خير من عند ربنا. بصوا بقى يا بنات، انا هنا نظفت، كنست بس شلت لان كده كده ما قعدوش كتير. كنست ورحت ايه رشه ميه بكلور وسبتها بقى لتاني يوم. بكره بقى ولا بعده، بعد ما تنشف كده خالص اكنسها. ولما اكنسها احط جير، ولما احط جير تاني، لازم لما تحط جير يا بنات على الحاجة بتاعة الطيور تكنسيها، عشان لو سوسة كان فيها ولا دودة ماتت، اي حاجة ماتت من مية الكلور تطلع في الايه في الجير. لازم تكنسي على طول قبل حتى ما تجيبي الطيور اللي هتجيبيها تاني، تكنسي مرة كمان كنسة نظيفة كده، عشان سوسة دودة ماتت ولا حاجة تروحي ايه كنساها وشايلاها. تمام. وطلعنا فوق بقى في الدور التاني. بصوا انا خدتكم من الدور التالت للدور الارضي بصوا شغله جامد، صح؟ شغل جامد جامد جامد، غير الغدا كمان يا بنات. ما انا بقول لكم اليوم اللي بيبقى فيه بركة كده في اليوم، بعمل كل حاجتي. اللهم لك الحمد والشكر ليك يا رب. يا رب يديم عليا صحتي ويحفظها من الزوال يا رب، اللهم امين يا رب العالمين، انا وانتم. بصوا بقى، خلصت المطبخ. طبعا المطبخ ده بعد ما نشف وتمام، شفتوا انا سبته قد ايه. وكمان الفرشة بتاعته كانت ايه خدت حبة شمس كده من بره واتظبطت، ورحت ايه فرشاها. قلت ايه اخلص بقية الشقة توضيب ويبقى كده الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر ليك يا رب. وضبط كده معاكم في الفيديو دوت. والغدا هعمله لكم بقى في الفيديو الجاي، معلش لان الفيديو طويل جدا فمش عايزه اطول عليكم. بصوا بقى، شلت الملاية القديمة كانت موف، وحطيت بامب. انا عندي 3 ملايات اطفال، 4، لا 4، واحدة سادة والباقي منقوش. بس كنت هجيب اللي انا بحبها بقى، الملاية اللي انا بحبها في الصيف جدا اكتر. بس قلت كده كده العيد جاي، فانا ممكن ايه افرشها على العيد. ماشي، انا واضحة وصريحة معاكم اهو، عشان انا بحبها جدا جدا. الملاية بتاعتي اللي انا عاملاها، انا عامله دي برضو، بس التانية عاملاها بقى بجد باتقان بقى وحتى القماشه بتاعتها حلوه قوي 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 بجد. انا معرفتش اجيب زي القماشه اللي انا جبتها من الملايه التانية. بصوا هي دي حلوه مش وحشه برضو، وبتدي بهجه كده وروح للاوضه. وخلصتها بقى، قلت لا ما سيبش اللقطه دي من غير ما اعطر. ينفع اسيب الحاجات الجميلة القمر دي اللي حطيناها جديدة من غير ما اعطرها بقى ونيجي ننام كده نشم ريحة حلوة، والستاير تبقى ريحتها حلوة وكل حاجة كده حواليها ريحتها حلوة. احلى حاجة بجد، احلى فقرة بحبها رشة المعطر دي في الشقة. انا طالما كل حاجة منظمة وكل حاجة في مكانها، خلاص انا كده مرتاحة البال بجد. انا بتعافى من يعني لو في حاجه مضايقاني في حاجه، بتعافى من بتعافى بالنظافه. يعني بقوم اعمل حاجه انظف اعمل. في ناس بقى بتتعافى بالاكل انا اعرف ناس تقولك لا، انا مخنوقه ولا حاجه ولا متضايقه اقعد اكل اقعد اكل اقعد اكل. لا انا لا اطلاقا. انا بحب جدا 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 النظافه جدا والترويق، وكل حاجه بقى في مكانها، ده احلى حاجه. وفقرة المعطر دي انا بموت فيها اكتر من المواعين بجد. بوريكم ان انا كنت جايبه بهجه في المشتريات فايه حطيتها بره، وحطيت الريحه التانية اللي احنا كنا جايبينها
حطيتها اعزكم الله في التواليت، يعني اللي بيخش التواليت يرش رشه كده بيخلي ريحه التواليت حلوه كده. بحطها فوق القعده كده على طول، اللي يخش يعطر الدنيا كده، يبقى قاعد كده شامم ريحه حلوه. لازم كل حاجتك كده تبقى نظيفه وحلوه وريحتها حلوه جميله. دخلنا بقى جو ساقعه. عايزه اقول لكم انا كنت عامله الجيلي ده عشان يقعد لتاني يوم، يعني جزء منه يقعد ليوم الخميس يعني. اللهم لك الحمد والشكر لك يا رب، الف هنا وشفا على قلبهم. والله يا بنات ما فاض غير طبق واحد لتاني يوم، والحمد لله فطرت بيه بقى مش مشكله. قلت اخد حاجه ترطب على قلبي كده بالليل، الصبح قصدي. بالليل بقى فضلوا سهرانين فوق، كل واحدة ايه جايبة لها 2 أو 3، فايه الحمد لله خلصوا. ألف هنا وشفا على قلبهم يا رب. بس كان تحفة تحفة تحفة. عايزة اقول لكم ان الدريم لونه غير غير الشركة التانية، بس الاتنين اشتغلوا معايا حلو وطعمهم حلو جدا جدا جدا، مش وحش على فكرة. زي ما انتوا عارفين انا جربته جربت الجيلي دوت بالمانجا مش عاجبني، وجربت بالخوخ برضو ما عجبنيش، وجربته بالعنب حطيت عنب فيه وكده لا ما عجبنيش برضو. ما عجبنيش غير بالموز. قولولي بقى كده انتوا جربتوا بايه، بأطعمة ايه؟ انا هو الموز اللي عجبني جدا. قعدت بقى اقطع كل طبق فيه ايه موزاية. بنوتاتي ما بيحبوش الموزة، عارفين اللي فيها قطع سمرة كده كده الصغنونة ما بيحبوهاش. بس انا يعني انا عادي، ده طعمها تحفة اصلا، ده بيقولولك دي افيد من التانية. فكانوا بيسيبولي بقى ايه الطبق اللي فيه ايه، اللي فيه البتاعة دي. تمام. حطيت بقى كوبايتين عشان دول دول 2 كيسين جيلي، فحطيت كوبايتين مجين مية مغلية، وقلب قلب قلب، وحطيت كوبايتين ايه من المية الفلتر. تمام كده. ولقيت يا بنات ما كملش ايه انا كنت جايبه 6 بولات من الكبار و6 بولات من الصغيرين و3 كمان من الصغيرين. قلت بقى عشان هيبقى كميه كبيره وكده يعني. فطلعت الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر ليك يا رب، ما طلعتش ما خدش كل ده يعني، فاض حبه. قلت مش مشكله، رحت مكمله الموز في بقيه ايه البولات الكبيره دي. اصلا تحسي ان صباع الموز مش شكله مش طبيعي يعني، حبه صغننين. فرحت ايه مكمله من الموز اللي فاض، رحت مكمله اللي فوق، يعني حطيته في الاطباق التانية الكبيره زي ما انتوا هتشوفوا كده معايا بالظبط. بصوا اهو، في بقى فاض ايه هم 2 طبقين. آه انا جبت الطوب دوت من جارتي علشان اعلي بيه للكتاكيت. اعلي بيه للكتاكيت دي الحاجه. انتي بيكاكي ماشي. هعلي بيه الحاجة اللي بياكلوها دي. كوكو، اللهم صل على النبي، الله اكبر. مبهدلين الدنيا اكل، صح انا عارفة. انا هشيل لهم الاكل ده دلوقتي شوية كده، وبعد كده ايه اشوف ايه. بصوا بقى يا بنات، دي مية بصل. ما كنتش محتاجاها يعني، اخدت البصل بس ومش محتاجة المية. فهحط حبة هنا وحبة هنا في السقاية دي والسقاية دي اهو. تمام. وهرمي بقى الكيس ده. بصوا رفعت الاكل على طوبتين، ورفعت المية دي على طوبتين، وحطيت هنا 2. وهجيب بقى المية دي، المية اللي فيها ايه مية بصل. تمام. هجيبها احطها جوه. ماشي. بصوا يا بنات، انا هشيل الاكل ده منهم لمدة يعني لغاية ما انا ايه انزل. تمام. هركنه هنا
هرفعه هنا، اخليه هنا بره لغايه ما ينقروا الاكل ده ان شاء الله، يعني يخلصوه قبل ما انزل. هقعد لي ساعتين 3 كده هنا. على فكره يا بنات، انا ممكن ارفع السقايه دي كده، يعني اربطها من هنا واربط حبل فوق هنا، فاهميني؟ بس انا اللي مش راضيه عشان بتتفتح، فخايفه ايه، خايفه تتفتح وخايفه العلف يروح واقع في الارض، يبقى انا هدرت علف مني اكتر من اللي هم مهدرينه ده، فاهميني؟ فالاحسن ان طوبتين كده ويتحط عليهم، وكل ما يكبروا بقى، يعني يكبروا شويه ان شاء الله باذن الله، اروح ايه رافعاهم على طوبتين كمان. تمام معايا كده؟ الحمد لله هم كويسين، بس الابيض دوت مش عارفه نفسه مش عارف ياخده، مش عارفه اعمله على جنب ولا مش عارفه، هشوفه كده لبكره ان شاء الله باذن الله خير. طبعا هم دول مش محتاجين، انا حطيت لهم بقيه اكل كان عندي، حطيته، والف هنا وشفا على قلبهم بياكلوه وكده خلاص. قبل ما انزل ان شاء الله باذن الله هشرب القهوه بس الاول كده واروق على نفسي، عشان انا عامله قهوه تحت. وهحط لهم الاكل ان شاء الله باذن الله. انا شفت كتكوت الابيض على فكره، لقيته تمام حلو مش وحش، هو بس واكل كتير مش عارف ياخد نفسه قوي، بس خير ان شاء الله، هنشوف الدنيا هتمشي ازاي معاه. بصوا بقى جمال القعده، نزلت بقى الشلت ونزلت الترابيزه وايه وعدلت الكراسي، وقلت اخد قهوتي واقعد ايه بقى معاها. انا بحب القعده الناحيه دي جدا، حتى هتشوفوا الفرق. بصوا الاضاءه عامله ازاي، وبصوا القعده عامله ازاي. انا قعدت بقى على الكرسي الاحمر بصراحه، وجبت الكراسي الصغيره كده وفردت رجلي عليها، حبيتها احلى، يعني احلى من القعده في الارض. لو الحد عايز بقى يقعد في الارض معانا مفيش مشكله. بصوا القعده بقى جميله جميله جميله، وحبه هوا. والله يا بنات كنا الحمد لله ان انا جايبه حاجه نتغطى بيها، لو عشان الناموس بصراحه انا كنت بحطها هنا عشان الناموس، بس قلت لا. حطيتها عشان الجو كان ساقع بجد، الجو كان ساقع بالليل، حتى كنت عايزه اقفل على الكتاكيت الصغيره، بس قلت مش عارفه، فكرت ولا لا، بس قلت لا هسيبهم كده ببركه ربنا ان شاء الله باذن الله، عليه افضل الصلاه والسلام، وبركه سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. يكبروا بقى ان شاء الله باذن الله، ويطرح فيهم البركه. والحمد لله تاني يوم لقيت الجو حر برضو، يعني عادي. بصوا بقى احلى وقت بحب استمتع فيه الوقت ده، ووقت الصبح بدري قوي 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 بقى ده، يا سلام، احلى وقتين بحب استمتع فيهم. يلا بقى تعالوا اشربوا معايا فنجان القهوة اخر النهار كده، بعد ما تخلصي حاجتك ودنيتك ومواعينك كده، وتطلعي بقى تشربي فنجان قهوة، ده الانبساط كله. باي، في حفظ الله يا بنات.